عمرك فكرت في مقدار الألم والوحدة اللي بيعيشها كبار السن في حياتنا؟ بيعيشوا غربة في الحياة محدش غيرهم بيحس بيها. الشاب بيكون في ال30 وبيموت من الحنين لحاجات ما عادش ليها وجود في حياته، فما بالك هما وكل تفاصيل حياتهم بتغيب وتختفي عنهم واحدة واحدة، وكل أحبابهم رحلوا، فهم بيقتلهم الحنين في كل لحظة. الناس دي هم نور المكان وبركة الأيام، والتعامل معاهم محتاج ذكاء ووعي، فاوعى في تعاملك معاهم تحرجهم وتختبر ذاكرتهم بكلام زي عرفتنا أنا مين وابن مين، لكن سلم وقول اسمك وعرف نفسك وبس، لأن أصعب حاجة عليهم هو شعورهم بالنسيان. والواحد بالعمر ده بيكون حاسس إن ذاكرته خانته زي صحته بالظبط، وعمرك ما هتحس بالمعاناة دي إلا لما توصل لهم. وخليك عارف إن دول أهون حاجة في نظرهم الدنيا، فهم فقدوا كتير من حبايب ونفوسهم مطوية على كتير من الأحزان، وأكبر شعور بيقتلهم هو شعور إنهم خلاص ما عادش ليهم قيمة، وإن كل اللي حواليهم مركزين في حياتهم وناسيينهم. الناس دي عمر ما اللي يغريك يغريهم، ومفهوم السعادة في نفوسهم هو راحة البال وبس. في يوم كنت بتكلم مع واحد منهم فقال لي: حياتكم غير حياتنا، وعلى الرغم إن حياتنا كانت متعبة للجسد إلا إنها كانت مريحة للنفس، لكن حياتكم انتم النهاردة مريحة للجسد متعبة للنفس. محبة كبار السن نعمة، فخد منها اللي تقدر عليه، فخليكوا قريبين منهم واسمعوا منهم ومزحوهم في الرايحة والجاية، واعرفوا إن احتياجاتهم في العمر ده هي أكبر من الأكل والشرب. بيحتاجوا الكلمة الجميلة والقلوب الحانية، وأكبر حاجة ممكن تسعدهم هي إنك تسمعهم.